محاولة الآن باستوس نور هاتوا خط ركلة جزاء. ركلة جزاء يشير عبد الواحد خاطر عندما يتحرك نور بالفعل يشهد فريق النصر النور في الدقائق القادمة بركلة جزاء. بركلة جزاء راح نشوف في احتجاج من قبل لاعبي العربي، ولكن في الإعادة إفادة. شوف هذه الكرة الماضية تهيأت، بعد ذلك نور يعني أيضا يعني كان بين لاعبين، نشوفه مرة أخرى الآن هنا بشكل أوضح. شايف 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 نعم في إعاقة في إعاقة القرار سليم على اعتبار أن يعني اللاعبين دخلوا مرة واحدة على اللاعب. هذا هو باستوس اللي يضاع الكرة، اللي يضاعها هنا ما فيه شيء. هذه الكرة ما فيها شيء لأن باستوس هو من اصطدم بحارس المرمى، بينما هنا أتت الإعاقة لاحظ من الخلف تماما. قرار ممتاز عبد الواحد خاطر وركلة جزاء سليمة يحتسبها لمصلحة. وباستوس والله يا باستوس لو ضيعتها ما راح يرحمونك النصراوية. باستوس الآن على تنفيذ ركلة الجزاء. باستوس والغانم يلعبها جول نعم. أول أهداف المباراة الآن لمصلحة النصر السعودي عن طريق اللاعب باستوس اللي يحرز أول أهداف المباراة بالفعل من ركلة جزاء. إذن النصر السعودي يتقدم الآن بأول الأهداف من ركلة جزاء تسبب فيها النجم الكبير محمد نور. وعندما يتحرك نور يشهد النور بالفعل النصر بهدف أول في هذه المباراة. ولكن مدرب الفريق قال لي يا باستوس تعال خلاص، بعد ركلة الجزاء هذه راح نغيرك الآن. ودخول اللاعب حسن الراهب اللاعب المميز أيضا اللي راح نشوفه الآن يدخل إلى أرضية الملعب. عموما عند الدقيقة 60 يتقدم النصر بهدف عن طريق اللاعب باستوس. إذن واحد النصر وباستوس يغادر أرضية الملعب الآن بعد ما تمريرة بشكل ممتاز، محاولة عرباوية وكرة خطرة جول بالفعل. هدف التعادل الآن ممتازة، لعبة جميلة جدا ولعبة ذكية. ينجح بالفعل العربي بتسجيل الهدف عن طريق اللاعب مساعد، عن طريق اللاعب الموسوي حسين الموسوي. إذا يحرز هدف التعادل، ولكن لعبة جميلة بالفعل. هات وخذ، ونجح العربي بتسجيل الهدف. والله ارتفع رتمهم يا كابتن عبد الله وبران. العرباوية ارتفع رتمهم عند الدقيقة 70 يعدلون النتيجة الآن بالتعادل 1-1. لاحظ ما في اوفسايد، ممتاز حكم المباراة. تمريرة حلوة هات وخذ، 3 نقلات جميلة ونهاية ممتازة في المرمى بالفعل للعربي. تمريرة حلوة ونهاية أحلى بالفعل عن طريق اللاعب حسين الموسوي. إذن يعدل النتيجة 1-1 الآن. 1-1 دقيقة رقم 71 تشهد هدف التعديل، لكن لمسة من الموسوي ونهاية من نفس اللاعب. ممتاز، ركلة ركنية تعود من جديد، تصل عرضية خطرة، هدف ثاني بالفعل. هدف ثاني الآن يأتي لحسن الراهب، يحرز الآن الهدف الثاني. إذن الراهب يبدو بالفعل، حسن الراهب يعود ويحرز الهدف الثاني الآن لمصلحة النصر السعودي بعرضية على طول. ينجح النصر بتسجيل الهدف الثاني عن طريق حسن الراهب البديل. إذن البديل حسن الراهب ينجح بالتعديل بالتقدم. شايف هنا الكرة الماضية وهنا العرضية، وبعد ذلك تأتي الرأسية. بالفعل حسن الراهب هدف سليم تماما وهدف ثاني للنصر. يتقدم النصر في وسط غفلة من المدافعين، ينقض الراهب بالفعل ويحرز هدف. خط كرة اللعب ومحاولة الآن الراهب، يتقدم حسن، خطرة وينهي المباراة. ينهي المباراة بالفعل الآن بهدف ثالث. هدف ثالث بالفعل يأتي للنصر عن طريق اللاعب البديل عوض خميس. إذن عوض خميس يحرز الهدف الثالث الآن للنصر. وحذرت أيضا من تقدم فريق العربي للأمام، وإذا تقدم العربي للأمام قد ينجح النصر بتسجيل أهداف أخرى. بالفعل الآن
ينجح بتسجيل هدف ثالث عن طريق اللاعب البديل. يبدو عوض خميس يحرز، ولكن كل الشغل أيضا للاعب حسن الراهب، ومن خلفه بتمريرات أيضا كبيرة من نور. لاحظ الراهب مررها وعوض خميس قال للسجل ما في اوف سايد. لاحظ اللاعب مغطي، ممتاز العبيدلي في الكرة الماضية. لاحظ وهنا أيضا ما في اوف سايد، على اعتبار أن اللاعب قادم من الخلف مباشرة يسجل في المرمى. إذن 3-1. صعبة الأمور الآن على العرباوية.